الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم يا حبيبات، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام وطمأنينة وراحة بال، اللهم آمين يا رب العالمين. حشتوني يا بنات من الفيديو اللي فات. هنعمل غدا النهاردة اقتصادي وهنكمل سلسلة ال15 يوم بإذن الله. معلش أنا اتأخرت عليكم شوية في التنزيل، كان عندي مناسبة يعني فرح بنت خالتي، عقبال يا رب عندكم كده وعقبال ما تفرحوا بولادكم وبناتكم اللهم آمين. فهنعمل روتين اليوم كله، بحيث ان اليوم كله هقول لكم انا مشيت يوم ازاي واليوم مشى معايا ازاي. بس هبدأ كده في الأول أروق السلم بتاعنا. بروق السلم يا بنات مرة في كل أسبوع، أو كل 5 أيام لو اتبهدل جامد، يعني لأن أنا السلم بتاعي يعني عارفين اللي هو اللي داخل واللي طالع بياخد ويجيب تراب معاه، فالله المستعان يعني. ولو السلم متحروس تراب وبقى متطرب جامد، بتخلي الشقة بحالها وتراب يعني. فأهم حاجة إن احنا نروق السلم على طول. وجوزي كان جايب لي شويه البطاطس اللي شفتهم في اول الفيديو ده، ما شاء الله يعني بطاطس كبيره. يعني انا جايبه الكيلو منها الكبير شويه، مش القد ده يعني. بصراحه انا كان في السوق الكيلو اللي اقل من ده شويه كان عامل 10 جنيه. انا جوزي واحده جابتهم له شروه، يعني الكيلو ب7 جنيه. بس اللهم بارك طعمها جميل يا بنات. فقلت بقى عايزه اخزنها في الفريزر كده، مش عارفه بقى اخزنها، هعرف اظبط الفريزر والاقي فيه مكان اخزنها فيه ولا لا. لان انا زي ما انتم عارفين عندي لسه طماطم في الفريزر، عندي كرومب في الفريزر، عندي باميه وعندي بسله، فايه الفريزر مسحوم شويه. بص بنات، انا العصافير بتعمل حمام على الدرابزين الخشب دي. مره مسحته بسلكه، جت دعقت يعني، عارفين غسلته بسلكه جامد قشر. فالمفروض يا بنات انا بقيت بقى ببله بقماشه كده واسيبه لما اخلص السلم كله. وباخد الدرابزين بقى كله، الحديد ده هو غلس شويه ورخم شويه في المسحان، بس الله المستعان يعني. باخده كده بقماشه، ما بيرضاش بالبتاع الناعمه دي، مش بيطلع منه العفره بصراحه. بقماشه كده، انا محمد ابني بيساعدنا الله يبارك له، يعني كل واحد ياخد ناحيه كده وبنمسحوه. بصوا العفره ازاي على الموزه، والله يا بنات العفره الله المستعان. الشارع بتاعنا عشان هو مش معمول اسفلت يعني، فتلاقوا العفره فيه. ورجلين الطلبه طول النهار طلبه، في ناس يعني رجلين ماشيه فيه كتير، فتلاقي العفره البلكونه والسلم حاجه يعني حاجه صعبه الله المستعان. فقلت بقى اروق معاكم السلم كده ان شاء الله باذن الله. انا عندي شقه تحت بنات، حابه اوريها لكم يعني. حاطه فيها بطاطيني وحاطه فيها سفره، وفيها مطبخ اللي قعدت فيها سنتين. حابه اصورها ان شاء الله معاكم واطلع البطاطين كده نغسلهم سوا كده وعارفين نتنشط بقى ان شاء الله باذن الله. لان الصيف خلاص يعتبر الصيف دخل يا بنات. فعايزين بقى ايه نغسل بطاطيننا ونعطرها كده ونشيلها في اكياس كده ونشيلها في مكان الشتاء الجاي، بحيث ما تشيليش البطاطين ما تكونش نظيفه، ما بتتشال مش نظيفه بصراحه. انا كنت في سنه بنات تعبانه وغسلت نصهم وسبت نصهم. انا فاكراها السنه دي، مش عارفه كان، مش فاكره كان ايه. والله يا بنات انا اقول لكم ان عارفين بقيت مطلعه البطاطين، مع ان ما كانوش يعني، انا قلت مش محتاسين جامد يعني. ونضاف يعني، كانوا نضاف مش مستاهلين ان هم يتغسلوا بصراحه يعني. غسلت اللي هم كانوا محتاسين جامد، واللي هم يعني سبتهم للسنه، قلت هخليهم ان هم نضاف كويسين. والله العظيم يا بنات، مع اني انا كنت شايلاهم يعني كويسين، ريحتهم انا بقيت بفتح كده. بصوا هنا كده السلم الله يعني، بصوا النظافه، فرق بين النظافه والحراسه حاجه بسيطه. المهم، فما تشيلوش البطاطين لو شطفتيهم حتى بشويه ميه بنات، لو بشويه ميه بس شطفتيهم. المهم هنا هعمل عدس اسكندراني او رز بعدس زي ما تسموه. خدت كوبايتين رز وكوبايتين عدس، وبغسل كل واحد يا بنات لوحده. ما ينفعش تغسلي العدس والرز سوا. اعملي الطريقه دي ودوقيه معايا كده، والله يعني اللهم بارك عليك اكل. وفرت وحطيت في الحصاله فلوس كمان. شفت اختكم شاطره ازاي. هنا دول حطيت حلتين، حله وطاسه. دول شويه، بصوا الزيت اللي بيزيد عندي من تحمير البطاطس، يعني انا ما بحمر بطاطس في الطاسه بحمرها مرتين يا بنات. يعني بحمر مرتين في الطاسه، او 3 مرات بحمر فيها بطاطس. ما بستخدم يعني التالتة دي ممكن لو 3 ايام ورا بعض. وبعد كده بشيل الزيت بحطه في كوبايه اعمل بيه رز، يعني الاغلبيه عندي بنات مرتين بعمل بيه رز او بطبخ بيه، ما برمهوش بصراحه عشان ما يبقاش حرام عليكم يا بنات، والله الحاجه غاليه.
هنا بقى حطيت شويه زيت هنا وشويه زيت هنا، وخدت بصلايه كده بنات بعد ما غسلت الرز والعدس كويس، اغسليهم بقى لحد ما ينزلوا النشا اللي فيهم كله. هتاخدي بصلايه بقى كده وتخرطيها على ايدك او في الكب بقى زي يعني الموجود عندك اشتغلي بيه. والناحيه التانية حطيت فيها شويه زيت وهحط فيها العدس. وهنا بقى هقلب يا بنات البصلايه لحد لونها ما يصفر، والعدس هحطه كده واقلب فيه لحد لونه ما يغير، بالتاني تقلب فيه كده لحد لونه ما يغير. هتاكلي بقى شويه عدس، انا مش عايزه اقول اسكندراني عارفين ليه؟ لان انا ممكن اكون عاملاه بطريقه مش طريقه الاسكندرانيه، فيزعلوا مني بصراحه، بس انا بعمله بالطريقه دي. مش عارفه بقى اذا كانوا هما بيعملوه بالطريقه دي خشوا صححوا لنا الطريقه بتاعتهم الصح، او يعني فاهميني. هنا بقى حطيت حته سمنه فلاحي كده، قلت ايه تطعم العدس شويه. إيه والله يا بنات طعمه جميل، والله ما بارك كلنا وشبعنا وملينا بطننا. وعملت وعملت العشاء بعد ما خلصت كده وغسلت مواعين، عملت العشاء. وقعدت طول النهار عارفين اللي مرتاح. هنا بقى الاول البصله ما تصفر كده، مش تحمر، تصفر. حطي عليها الرز وقلبي شويه، يعني قلبي شويه حلوين كمان. هنا العدس بصوا كان خد لون يا بنات، غير لونه. اول ما بغير لونه بقى بتقلبيه على الرز. ولما بتقلبيه على الرز اهم حاجه تكون الميه سخنه، اهم حاجه عشان العدس والرز ما يعجن، العدس ما يعجنش منك هو الرز كده. بصوا شايفين اللون؟ تكوني تحط له ميه بتغلي. هنا حطيته بقى بديله تقلبتين كويسين مع بعض، وبحط البهارات بتاعته. في ناس بتاكله بصلصه، بتعمل شويه صلصه جنبه، وفي ناس بتاكله ببيض مدحرج في السمنه فلاحي كده. وفي ناس بتاكله ببطاطس. طيب انا عايزه يومي يبقى اقتصادي، فاهميني؟ مش هجيب بيض، البيضايه ب5 جنيه، لا انا بعمل اليوم اقتصاد النهارده. هنا بقى حطيت كزبره ناشفه، تحبيشه الكزبره الناشفه اللي انا كنت عاملاها معاكم، ومعلقه فلفل اسود. وهنا معلقه رز بسمتي، دي اللي بتغير لونه، بتديله اللون الاصفر وبتديله طعم الرز البسمتي. عايزه تحطي المعلقه دي حطيها، مش عايزه تحطيها استغني عنها خالص. هنا بقى بحط الميه يا بنات، قللي شويه عن الرز العادي، يعني قللي معلقتين 3 كده عن الرز العادي. حطي ملحك بقى وقلبيه وسيبيه، ما عدتيش بقى تقلبي فيه. طبعا انا حطيت هنا غزلت شويه، فاكرين البطاطس كنت جايباها معاكم الصغيره الكيلو ب5 جنيه؟ حطيت هنا شويه بطاطس كويسين، وحطيت عليهم شويه ملح. هنا بصوا اول الرز ما خلاص مقرب ينشف كده بنات، بديله تقليبه بسيطه. فانا زي ما بقول لكم في ناس بتاكل معاه بيض يعني، بس انا لو حطيت بيض يبقى انا كده يعني فاهميني ما وفرتش. ممكن اخلي البيض للعشاء. فانا البيض او ممكن اعمل بيه صينيه كيكه، او ممكن اعمل نفطر بيه. يعني انا يعني انا عايزه اعمل حاجه اوفر، يعني نوفر شويه. بصوا بقى الحبايه حبيتها بكل حبايه لوحدها، والعدس مش معجن. فالله المستعان، اللهم بارك، يعني الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فاكرين البدنجان اللي كنت عامله معاكم؟ بصوا قلب عامل ازاي، لبنجر حطيت. والله دول اللي كانوا فاضلين يعني. بصوا اللهم بارك. عارفين والله العظيم دول انا كنت مخبيهم عشان اصورهم معاكم، عشان يعني انا قلت لكم لما اخلص هصور معاكم. فلما يعني الاكله الجايه يعني ما يغيب يومين، لان انا كلت يوم ما عملته، كلت يومين، كلت منه يومين. فقلت بقى ايه اخلي دولت اوريهم لكم انه قلبه بيبقى احمر ازاي. هنا بقى حطيت الطماطم، عملتها طرنشات كده يا بنات، وحطيت عليها توم بشطه حراق، بشطه حمراء. عارفين الشطه اللي هي الحمراء؟ كان عندي شويه كنت مطلعاهم عامله بيهم بدنجان محمر، فخليت حبه دول اكنها عارفين الطماطم المخلله دي بقى بتبقى عسل. زودي شويه طماطم، بيقولوا الطماطم غلت تاني يا بنات. يعني انا جارتي كانت بتقول لي ده جابت الطماطم النهارده مش عارفه الله اعلم، بتقول لي جابتها الكيلو ب40 جنيه، فمش عارفه هي بترفع ولا بتنزل. الله المستعان. هنا بقى كنت حمرت البطاطس. وممكن على فكره يا بنات وانت بتحمري البطاطس، بعد ما تحمريها بس بشويه زيت صغير، ما تحطوش زيت كتير. حطي عليها فص ثوم مهروس، وحطي عليها عود كزبره اخضر، عود كزبره خضرا كده، وقلبيها تقلبتين. ده بيودي البطاطس في حته تانية يعني. بس انا ما كانش عنده كزبره بصراحه، فما عملتهوش يعني. ممكن بقى تقدمي زي ما انا قدمت كده وتحطي كده، وممكن تحطي طبعا التقديم العادي بتاعنا اللي هو ما فيهوش اي فبركه يعني. بصوا والله اللهم بارك، كان طعمه زي السكر. وكلنا والحمد لله وعدى اليوم. خلصت بقى كده غدا وخدت بقى المواعين، دخلت على المطبخ غسلت المواعين، قلت اقضي معاكم اليوم كله. بصوا بقى بعد الغدا كان المطبخ عامل كده. طبعا انت لما يبقى ايدك في الحاجه، كل ما بتعملي حاجه بتخلصيها بتلاقي المطبخ بتاعك رايق والدنيا رايق. ما تنسوش يا بنات ده سترس اللي قلت لكم عليه. طبعا انا بستخدم سترس وما بوصل البوتاجاز بتاعي الحمد لله يعني. ساعات بدل بقى بكسل كده اجيب الليفه ومش عارفه وصابون ومش عارفه، ببخ بختين سترس كده بنات، وبمسح البوتاجاز بيبقى زي الفل.
ما تنسوش بقى يا بنات، واحنا طول ما احنا واقفين في المطبخ يعني الذكر اللي احنا اتفقنا عليه، اي ذكر يعجبك قوليه، اي مش يعجبك الحمد لله ان الاذكار كلها حلوه، بس اي ذكر ترتاحي فيه، او اي ذكر بتحسي انه بيطمن قلبك او بيرطب على قلبك او بيريح قلبك. ف وانت شغاله كده في المطبخ اشتغلي بيه، هتطلعي من المطبخ ما شاء الله اللهم بارك شايله شويه حسنات كده حلوين، ومخلصه اللي وراك وانت مش حاسه بيه، بدل دماغك بقى ما توديكي مش عارف مين عملت فيا ومش عارف مين ايه ومش عارف، عارفين اللي هو بتبقى واقفه على البوتاجاز كده. والله يا بنات انا زمان كنت واقفه على البوتاجاز، يمكن قلت لحبايبي اللي معايا من اول القناه، من اول ما فتحت القناه يعني، ان بت... كنت ساعات بعيط وانا واقفه على البوتاجاز، بغسل المواعين او واقفه بعمل حاجه على البوتاجاز، الشيطان يقف، عارفين اللي هو الشيطان ما قاعد لك كده وانت شغاله بقى، جاي بص بيجيب لك من كل عارفين والله العظيم يا بنات يعني كان ساعات يتهيأ لي، عارفين يجيب لي تهيؤات كده ان انا بعد الشر حد من العلامات او جوزي حد يعمل فيها حاجه وحشه، وعارفين اللي هو حد زعلني بنفتكر بقى ليه بتعمل فيها كده، او يعني حد، والاذيه من حوالينا كتير يا بنات، والله والله العظيم الاذيه يعني انا بيعدي عليا حد اذاني بجد بحس ان انا عارفين زعلانه كده ومقهوره في قلبي، بس بنعدي بايه بالذكر وبطبطبه، حس ان ربنا بيطبطب عليا لما نقول اذكار او نسبح او يعني يعني نقول اي تسبيح والله او اي ذكر سبحان الله، بحس انه ربنا بيطبطب عليا. هنا بقى انا بعمل لكم قلب كده واقول لكم بحبكم. الشغل في الصالونه بقى جميل، تحسي بنظافه كده. الله المستعان، انا بحبكم كلكم والله العظيم من غير ما اعرفكم، سبحان الله يا ربي. ربنا بعت لي اخوات، ما يعني انا ما عنديش اخوات بنات، ربنا بعت لي اخوات بيحبوني وكلامهم حلو، كلامكم برطب على القلب والله يا بنات. اي واحده بتقول لي كلمه من قلبها بحس ان عارفين بتوصل قلبي كده. يا رب يديم المحبه ويديم المعروف بينا ويديم كل حب بينا، وعيلتي تكبر بيكم ما شاء الله اللهم بارك. انا حاسه عارفين انا حاسه ان قناتي بتكبر بيكم يعني، انا ما كنتش متوقعه اصلا ان هي يعني يعني في ناس فاتحه من زمان وانا ساعات ما بيجيلي احباط كده بنات، واحس ان انا لا ده القناه واقفه والقناه مش شغاله ومش عارفه ايه، ببص القنوات تانية اقول اللهم بارك انا قناتي حلو، واللهم بارك انا عندي ناس بتحبني، يعني عارفين لو حتى يعني 30 واحده بيعلقوا لي، لو 20 واحده بس بتكتب لي كلمه حلوه من قلبي، والله العظيم بحس انها بترطب على قلبي، بحس ان انا مبسوطه بيكم، والله العظيم بحس يا بنات ان انا يعني عارفين ببقى مبسوطه كده ومرتاحه. ساعات بنزل الفيديو مثلا ما يجيبش مشاهدات ولا حاجه وازعل واقول لا ما بجابش وانا تعبت فيه والتصوير متعب يا بنات، واحس لا لا، وبعدين برجع واحده تقول لي كلمه حلوه بحس الله، يعني في حد بيحب، يعني انا لا شفتك ولا شفتوني ولا اعرفك ولا تعرفوني، ما نعرفش بعض غير بالكلام كده، بس اللهم بارك ربنا يديم بينا المحبه والمعروف يا رب اللهم امين. ف والله انا بحبكم في الله، ويا رب كده يجمعنا مع بعض في الجنة، ويا رب يا رب يجمعنا في الدنيا كده، نروح نزور عارفين اللي هو نروح الحج كده انا وانتو، حج مش عمره كمان يعني، يا رب تكون حج، عارفين اللي هو واذا طلبتم فاطلبوا الفردوس الاعلى، انا بنطلب الحاجة ومفيش حاجة بعيدة عن ربنا، مفيش يا بنات حاجة بعيدة عن ربنا، وان شاء الله باذن الله. انا على فكرة مش بصور لكم كل يوم، انا يعني يوميا لو الحاجه اللي بوفرها بحطها في الحصاله. بنات اعملوا الحصاله دي والله العظيم والله العظيم هتشجعكم وهتخليكم عارفين اللي هو انا، وزي ما قلت لكم مش لازم يبقى هدفك انك تروحي حج او عمره، خلي هدفك فلوس عليك، فلوس على جوزك، عارفه لو فلوس على جوزك وانتي استعنتي بالله وتوكلتي على الله وعملت الحصاله دي، والله ربنا هيكرمك هيرزقك ما تعرفيش رزقك ازاي، يعني سبحان الله يا رب هتحسي. ولو حطيتي في دماغك حكايه التوفير وان انت توفري وتشيلي فلوس، والله ربنا هيكرمك. ويا رب ربنا يوسع رزقنا كلنا كده واللي عندها دي ربنا يسدد ديونها اللهم امين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا ببص اللحظة الحلوة اللي هي خلاص خلصت المطبخ كده أغسل المواعين، طبعا أنا خلصت كده، وكان جوزي جايب لي شوية سوداني، كان جايب كيسين يعني في العيد، وفي كيس ندى اللي هو عارفين رطة، فلما لما بيرطب يا بنات شغال الفرن، فأنا قلت كده كده هشغل الفرن على صينية الكيكة، فقلت احطه الفرن بيسخن كده لصينيه الكيكه، لان انت اول ما بتعملي كيكه اول ما بتبداي
بتشغل الفرن. فانا قلت بقى اشغل الفرن، احط فيه استغله يعني، واحط فيه شويه السوداني دول على ما يسخنوا. السوداني يكون سخنوا شويه كده اول، لان السوداني عايزين يسخنوا بس كده وطالعين يبردوا. انت اول ما بيطلعوا من الفرن تحس ان هم مرطبين لسه، بس اول ما بيبرد خلاص بيبقى حمص يعني. قلت احطه بقى على ما اعمل صينيه الكيكه، وباذن الله ايه يعني يكون. بصوا هم كان جايب لي كيسين، كيس خلاص وباقي ده. فكان كل اللي ياكل منه يقول لي طري يا ماما مش عارفه ايه. فقلت بقى بصوا، ومع انها بتتقشر بس طريه. حطيته بقى في الفرن هنا. كنت ضربت برتقانتين يا بنات، ممكن تصفيهم وممكن تضربيهم بكله يعني، بس اهم حاجه تشيلي بتاع الابيض اللي بيبقى فيه ده، وتشيلي القشر طبعا. وهنا حطيت كوبايه الا ربع زيت، وممكن تحط نصها سمنه ونصها زيت. وهنا حطيت بيض، كان عندي بيض مزارع، ما عنديش بيض فلاحي بصراحه. حطيت 3 بيضات يعني. انا قلت بدل بقى ما اكلتش بيض في الغد، عارفين هحط ال3 بيضات في صينيه الكيكه وعارفين اللي هي تبقى ايه، آه يعني حطيت كان بروتين يعني، فايده المهم حطيت ال3 بيضات، وحطيت الفانيليا برتقال دي جميله يا بنات. وحطيت هنا كوبايه سكر و3 معالق، والسكر دي حسب الرغبه معاكي لحد كوبايه ونص. لو بتحبيها مسكره جامد حط كوبايه ونص يعني. حطيت حوالي كوبايه وربع كده. في ناس بتحبها مسكره عن كده جامد. تضربيها بقى في الخلاط. انت ممكن لو عندك خلاط حط كله ده في الخلاط واشتغلي، او بالهاند بلندر يعني. انا كنت بعملها بالهاند بلندر او باي حاجه يعني تشتغلي بيها. وفي ناس على فكره والله العظيم، كان في واحده بتجينا من ليبيا بنات كانت بتشتغل كده عارفين بالايد، كانت عليها صينيه كيكه اللهم بارك وبايدها بالمعلقه كده بايديها. هنا حطيت بقى كوبايه وحوالي ربع او كوبايه ونص عصير برتقال. وحطيت بقى شويه الزيت كده، حطيت الزيت. وعارفه لما بتحط العصير وتحط الزيت ضربتين 2 بس يعني، ما تكتريش في الضرب. هنا الدقيق يا بنات بتكوني نخلاه يعني، تنخليه يعني. انا نخلت الدقيق مره، وممكن تنخليه مرتين. كل ما بتنخلي الدقيق بتدخلي فيه الهواء وبيبقى احسن يعني. بس انا بصراحه كنت مستعجله بقى، وعارفين لو عايزه اخلص عشان عايزه اروح اقعد الحق امنتج الفيديو وانزله، لان زي ما قلت لكم كانت يعني عندي ضيوف وكنت فرح ومش عارفه إيه، لان فرح بنت خالتي جنبي. المهم حطيت هنا 3 كوبايات ونص دقيق، وحطيت كيك شيف. انا بحب الكيك شيف يا بنات. حطيت بقى فوق الكيك شيف دي معلقه خل. تحت الخل ما كانش تنزل خالص، ما اعرفش كان مالها. المهم يعني اول ما بتحط معلقه الخل ده بقى بتعمل تفويره كده بصوا. وحطيت بقى ذره ملح اللي هو إيه انا سمعت يعني ان اي حاجه حط لها ذره الملح دي سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والله اعلم. لو في على فكره في بنات اللهم بارك معانا على الصفحه يعني، اي حاجه بتقولها ممكن نقولها غلط بتصححها لنا، او بتقول لنا حاجات زياده يعني. ربنا يبارك فيهم يا رب. واي واحده بتقول كلمه جزاها الله كل خير. هنا حسيت ان هي تقيله شويه يا بنات. لو حسيت ان هي تقيله شويه حط لها ميه مغليه، ما تحطيش ميه بارده. او ممكن تحط عصير لو عندك عصير، يبقى انا ما كانش عندي عصير فحطيت لها شويه ميه سخنين او مغليين يعني. طبعا لو فيه عصير زودي عصير. نزلت طبعا. هي كانت تقيله ليه يا بنات؟ لان انا كنت ضاربه البرتقال بكله، ما صفطهوش يعني. خليته كله في بعضه كده. قلت يعني ايه اخد الفايده بحالها. هنا بقى حطيته في الصينيه كده، وضربت الصينيه ضربتين، وحطيته في الرف اللي في النص على درجه حراره يعني 180. طبعا انت كل واحده اضرب الفرن بتاعها. هنا طلعت السوداني كده وسبته بقى كده هيبرد بقى خلاص كده اللهم بارك كده عارفين. اول ما بطلعها دلوقتي يا بنات بتحسي ان هي لسه ناشفه. اول ما بيبرد بيبقى خلاص يعني، بتحس ان هو بقى اتحمص بقى حلو. فما تخليهوش يغيب عشان ما يتحرقش منك في الفرن. اول ما تلاقي السودانيه سخنت كده بس طلعيها. هنا بقى قطعت الكيكه وهي سخنه، كانت والعه في ايديا. بس انا كنت عايزه اخلص بقى اللي اخلص الفيديو زي ما قلت لكم. وقعد بصوا اللهم بارك كانت هتعملي هشه وعارفين وطعم البرتقال فيها كده، وتحسي ان تاكلي حاجه حلوه. دي بقى كنت عاملاها للعشاء اللي هو كده خلاص هنتعشى بيه مع شاي، مع شويه سوداني ونحمد ربنا وكده اليوم عدى. فاهمين يا بنات يعني؟ بتخش المطبخ اعملي غداك وعشاك لو بحيث ان انت خلاص نوفر كده ونقعد يعني نقعد بقيه اليوم. وحطيت بقى شويه سوداني، وحطيت شويه شاي. عملت شاي، كنت عامله شاي ليا والاحمد والشيماء. كان ابو احمد لسه ما جاش طبعا، بيجي متاخر. فكنت اعمله برضو زي ده كده، والحمد لله ويعدي اليوم على كده. خلصت وحطيت فلوس في الحصالة. اللي زاد مني طبعا اليوم ده اللي زاد مني واللي وفرته حطيته في الحصالة يا بنات.
وادعوا لي كده ربنا يكرمني ويوسع رزقي ورزقكم، اللهم امين. واللي وصل لحد هنا يعمل لايك واشتراك، ومع السلامه.